يا هلا ويا مسهلا، خلاص أخيرا رجعت البيت. يا الله ما شاء الله اليوم الزحمة مي طبيعية والله العظيم. يمكن عشان الفورمولا فالطرق فل فل ما شاء الله. المهم أبغى أسوي لازانيا. قعدت أدور إيش أحسن وصفة، لأنه تتذكر أول لما قعدنا نقول لازانيا صعبة ما لازانيا صعبة. المهم قعدت أشوف إيش في وصفة، والله لقيت وصفة شكلها لذيذة، فبإذن الله دحين حابدأ أسويها. بنات شوفوا كمان قولي إيش منزل، مرة عجبتني والله. وإحنا في السوبر ماركت قاعدة أتمشى كذا أشوف قسم الصلصة وكذا اللي لقيته، حسيت مرة يسهل الحياة. شوفوا طماطم كذا مهروسة، فاليوم إن شاء الله حأجربه في اللازانيا وأقول لكم كيف. بنات هذه كمان صلصة البشاميل اللي دايما استخدمها، ايش ما ابغى شيء استخدم عليه بشاميل ما استخدم الا هذه. عمري في حياتي ما سويت بشاميل كده من الصفر في البيت، صراحة طعمها زي اللي تتسوي في البيت، فاذا جربتوها قولوا لي برضو. يلا بسم الله بدينا نحمر البصل شوية عشان حنسوي الصوص حقة اللازانيا. بس عبل ما يتكرمل شوية، شوفوا انا ايش قلت لكم المرة اللي فاتت، احب اسوي اللحمة اول شيء لحالها، بعدين احط البصل، يعني اشيل اللحمة بعدين احط البصل بعدين ارجع اللحم مرة ثانية. بس ماما قالت لي لا، ماما قالت لي لا خلي البصل يتكرمل وحط عليه اللحمة، فحنجرب اليوم. لسه قدامنا كمان الحمد لله 5 ايام قبل رمضان نتعلم فيها الطبخ. ويش دا ايش بقي بصل في الصاج كله طار. وبعدين شيء تاني والله حوريكم اللحمة مرة ما فيها لون زي المرة اللي فاتت، وانتوا تقولوا لي عشان استوت سطحت وضحك علي هذه من جد كلها حمراء. وعلى فكرة ترى سألت في الموضوع قالوا إلا أحيانا اللحمة تتأكسد، بس عادي ما فيها مشكلة، يعني ما يصير فيها مشكلة بس تتأكسد شوية. يلا بحط اللحمة وارجع لكم. يلا خلاص سويت اللحمة، حطيت أول شيء بصل، بعدين تخيلوا نسيت الثوم، حطيت اللحمة بعدين حطيت الثوم، بس عادي ما في مشكلة. حطيت بعدين بهارات اللي هي فلفل أسود وكمون وملح بس. بعد كذا حطيت هذه مكعب صلصة الطماطم، وحطيت هذه اللي هي الطماطم المهروسة الناعمة. طبعا هي قاعد تقول انه لازم هذه الصلصة حق الطماطم المهروسة دي تكون كتيرة عشان يعطينا الصوص اللي احنا نبغاه، فأتوقع كده كفاية. اقعد اقلبه واسيبه بعد كده يتسبك، لما يتسبك خلاص نروح نشوف ايش نسوي في الصينية. بعد كده كله سهل ما شاء الله. يا بنات دوق طعمها تجنن تجنن تجنن، والله خيالية خيالية، مرة عجبتني. واللي عجبني أكتر إني ما اضطريت أنزل الخلاط ولا خلط طماطم ولا سويت ولا شيء، الحمد لله في ثواني خلصت كل حاجة. بالله تجربوها، مرة عجبتني مرة مرة مرة. ولو جربتوها تعالوا اكتبوا لي رأيكم. ها أنا مرة أحب كذا، يعني لما نجرب شيء أنتوا تقولوا لي رأيكم، أنا أقول لكم رأيي. بس أنا عجبتني الصراحة. خلاص كذا بقفل عليها. يلا هنا جهزت الصينية، وشوفوا أول طبقة حطيتها اللي هي البشاميل كده. صدقوا أول مرة أعرف إنه البشاميل تنحط في اللازانيا كده من تحت، حاسب بس من فوق، وتبدو ترصوا هادي كده. حرصها وارجع لكم. شوفوا حطيت أول شيء طبقة بشاميل، بعدين حطيت المكرونة حق اللازانيا، بعدين حطيت اللحم اللي هو هذا الصوص، بعدين حطيت شوية كده رشة موزاريلا. الحين حأرجع أسوي نفس الشيء، نحط يلا مو مشكلة اللازانيا بهذه الطريقة. عاد انتوا أحرار تبغوا أول شيء تسلقوه
كذا لحالها ولا لا، انتوا احرار. فنعيد نفس البروسس، لازانيا بهذه الطريقة، ونخلص نحط عليها موزاريلا عشان تطلع كده الجبنة بين الطبقات، فهمتوا؟ الله اليوم طبخة اليوم ما تنفع للي قلوبهم ضعيفة. اللي مسوين دايت الله يعينكم اليوم. الصراحة طعمها خيالي والله العظيم. أنا دقت اللحمة بس عاد كيف كله مع بعض مع الموزاريلا وكده. وأنا أحس اللازانيا اعتمادها على الصلصة، يعني هذه حقة اللحم دي. شوفوا خلاص خلصت آخر طبقة، بس حسيت يبغالي شوية كمان بشاميل فقاعدة أزيد. فهي كاتبة إنه بعد ما نغطي كامل خلاص أحط بيضة مخفوقة، وهي حطت عليها شوية من أوراق الزعتر اللي هو الأوريغانو. تخيلوا كنت بجيبه لقيته في البقالة مكتوب أوراق الزعتر، قلت لا هي قالت أوريغانو. يا ربي يا ربي. بعدين رجعت البيت وأنا قاعدة أشوف الوصفة مصورة الأوريغانو اللي استخدمته ومكتوب عليه أوراق الزعتر، قلت حسبي الله نعمك. يا ربي. خلاص هحط البيض معاه شوية بيستو. شوفوا خلاص الحين ححطها في الفرن. حطيت الوجه اللي فوق خلاص بيض وأوريغانو، وحخليها في الفرن، ولما تطلع أوريكم اللذاذة. يا بنات لا تفوتكم، يا الله الريحة تجنن تجنن تجنن، ما شاء الله تبارك الله.